في ناس كتير بتقول إن أول مؤذن في الإسلام كان صحابي كفيف، بس تعالى نسمع الحكاية من أولها. أول لما اتشرع الأذان بعد الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم اختار بلال بن رباح رضي الله عنه علشان يأذن لأول مرة في الإسلام. كان عبد حبشي وصوته قوي، والنبي قال له: قم يا بلال فأذن. ومن يوميها بلال هو أول مؤذن، وصوته هو أول صوت نادى الله أكبر. لكن في صحابي تاني فعلا كفيف اسمه عبد الرحمن بن أم مكتوم، وكان بيأذن أحيانا بدل بلال خصوصا للفجر، يعني كان بيشاركه بس جه بعده. فالحقيقة بلال هو أول مؤذن، وابن أم مكتوم هو تاني مؤذن وكان كفيف. بس اللخبطة جاية منين؟ من إن في ناس